أهلا وسهلا أصدقاء قناة عقلية تانية في كل مكان. مين مننا ما يتمناش أنه يكون ناجح ومبسوط في حياته ومحقق كل أحلامه وأهدافه في الحياة؟ هتتصدم لما تستوعب فكرة أن 80% من الأسباب اللي بتعطلك عن تحقيق أهدافك مش الصعوبات اللي بتقابلها من البيئة اللي حواليك، مش من مديرك الغير متعاون، ولا من زمايلك الحاقدين عليك. لا خالص، ده 80% من الأسباب دي موجودة جواك، موجودة جوا عقلك، موجودة جوا فكرك، موجودة جوا معتقداتك. 20% بس من الأسباب اللي بتعطلك عن تحقيق أهدافك خارجة عن إرادتك وموجودة في البيئة اللي حواليك. يعني 80% من الأسباب اللي بتعطلك عن أهدافك هي أسباب خاصة بيك أنت، أسباب موجودة جواك أنت، وإن المسببات الخارجية أو المؤثرات الخارجية هي بس 20%، يعني حاجة قليلة أوي، حاجة لا تذكر. 20% جنب 80%، يعني أهم حاجة أنت، أهم حاجة إيه اللي جواك، أهم حاجة إيه اللي جوا عقلك. معقولة الكلام ده؟ في الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن قاعدة مهمة جدا بتأكد لكم الكلام اللي بقول لكم عليه، وبتعرفنا ازاي نستفيد من القاعدة دي في حياتنا عشان نحقق أكبر إنجاز ممكن. بس قبل ما أبدأ كلام معاكم، محتاجة أفكركم بدعم المحتوى بالاشتراك وتفعيل الجرس عشان نقدر نكون قادرين على الاستمرار في تقديم محتوى من النوع ده. ودلوقتي هتكلم معاكم عن مبدأ باريتو أو قاعدة 20-80، واللي بتقول إن الناس في أي مجتمع بيتقسموا بشكل طبيعي أو بينقسموا بشكل طبيعي لمجموعتين: مجموعة حيوية ومؤثرة ومعاها الفلوس والنفوذ والسلطة، معاها حاجات كتير قوي. المجموعة دي دايما بتلاقيها هي الأقل عدد، بتلاقيها بتمثل 20% بس من أفراد المجتمع. طب وباقي الناس، باقي المجتمع اللي هم 80% الباقية، دول الأكثرية اللي ما عندهمش كل الحاجات اللي عند نسبة 20%. الأكثرية العادية، الناس العادية الباقية. قاعدة باريتو كمان بتقول إن كل الأنشطة الاقتصادية تقريبا بتخضع لنفس المبدأ: 80% من الثروة بيمتلكها أو بيسيطر عليها 20% بس من السكان. الناس القليلة 20% هي اللي واخدة 80% من الثروات. أعزائي، تعالوا ناخد قاعدة باريتو ونطبقها على أي موقف في الحياة العملية والشخصية، وهتندهشوا من التغيير الرائع اللي هيحصل إذا فهمت القاعدة دي كويس وطبقتها بشكل مظبوط. مبدأ باريتو بيقترح إنه عنصرين من أصل 10 في أي قائمة مهام هيكونوا هم الأكثر قيمة من العناصر 8 الأخرى مجتمعة مع بعض. يعني لو أنا عندي قائمة فيها 10 حاجات، فاتنين بس، الاتنين دول بالثمان عناصر التانية اللي موجودة في القائمة. يعني الاتنين دول هم أهم حاجة، الاتنين دول اللي هم 20% الأكثر تأثير. المشكلة الحقيقية هي إن معظم الناس بيمطلوا في إنهم يعملوا الحاجات الأكثر قيمة والأكثر أهمية في حياتهم. دايما بنأجل المهم، دايما بنسوف، ودايما نركن المهم ونشغل نفسنا بالحاجات الأقل أهمية. بنأجل 20% المهمة وتلاقينا بنشغل نفسنا 80% الأقل أهمية، واللي بتساهم كمان بشكل كبير جدا في القليل جدا من نجاحنا. عشان كده ممكن تلاقي ناس مشغولة طول الوقت وبتعمل مجهود كبير جدا، ولكن التحصيل بتاعها أو الناتج بتاعها
مش قد أبدا المجهود للأسف، لأنها شغلة نفسها بال80% اللي إنجازها أو نتيجتها أقل، وسايبة ال20% اللي ممكن تنجز معاهم وتحقق نتيجة ال80% من الإبهار ومن النجاح ومن الأشياء المهمة. هنا حابة أوضح لك إزاي تطبق قاعدة 20-80 في حياتك عشان تحقق أقصى استفادة. أولا، خد ورقة فاضية واكتب فيها 10 أهداف نفسك تحققها في حياتك، وبعد كده اسأل نفسك يا ترى ايه هو أكتر هدف من الأهداف 10 اللي انت كتبتها تقدر تبدأ تشتغل عليها من اليوم، من اللحظة دي، وده هيكون أول هدف من 20% الأكتر أهمية. وبعد كده اسأل نفسك سؤال تاني، يا ترى ايه هو الهدف من 10 أهداف اللي انت كتبتهم اللي هيكون ليه أكبر تأثير إيجابي على حياتك؟ والإجابة هتلاقيها باختيار الهدف التاني. وبكده انت اخترت 20% من أهدافك المهمة وحطيت إيدك على 20، والباقيين بقية الأهداف اللي انت كتبتها من 10 دول 80% الأقل أهمية. مهم جدا انك تستمر في العمل على تحقيق الأهداف اللي اخترتها على انها الأكثر قيمة طول الوقت. ابدأ بالأهم حتى لو كان صعب. زي ما قلت لك بتقابل ناس مشغولين طول اليوم وبيشتغلوا، ولكن الغريبة إنجاز قليل ومجهود كبير ونتيجة قليلة مش قد المجهود. وزي ما قلت لكم ده بيحصل لأنهم بينشغلوا أو بيشغلوا نفسهم بالعمل في حاجات قيمتها منخفضة، وبيأجلوا أنشطة أو مهام لو اتعملت ممكن تعمل فرق كبير في حياتهم. بيختاروا المهام السهلة الكتيرة، ولأن في الغالب المهام اليومية الأكثر قيمة هي اللي بتكون الأصعب والأكثر تعقيد، عشان كده بنلجأ للحل السهل إن احنا نأجلها، مع إن المكافآت للمهام الكبيرة دي مكافآت هايلة وبتدي نتيجة هايلة. قبل ما تبدأ بالعمل اسأل نفسك دايما، هل المهمة دي أو الحاجة اللي أنا عايزة أعملها بتكون ضمن 20% من أنشطتي، ولا هي في أسفل القائمة من 80%؟ كل ده هيكون واضح قدامك لما تكتب أهدافك. اكتب 10 أهداف في حياتك وخليهم دايما قدامك عشان تقدر تختار الأهم والمهم، عشان تقدر تختار الهدفين اللي بيمثلوا نسبة 20% اللي هيغيروا حياتك. المشكلة انك اذا قررت انك تبدأ يومك بحاجات تافهة او مردودها عليك ضعيف وفايدتها قليلة، فانت في الغالب بتطور عندك عادة انك تشتغل على حاجات قيمتها قليلة والعائد من وراها ضعيف. استخدم قاعدة باريتو لتحقيق النجاح في حياتك. لما تبدأ في الحلم بأحلام كبيرة هترتفع عندك مستويات احترام الذات والثقة بالنفس، هيزيد إحساسك بالقوة تجاه نفسك وقدرتك على التعامل مع الأحداث اللي بتقابلك. السبب في إن الكثير من الناس ما بينجزوش إلا القليل هو إنهم ما بيسمحوش لنفسهم أبدا بالتأمل وتخيل نوع الحياة اللي بيحلموا إنهم يعيشوها. ادي نفسك فرصة تشوف نفسك في حتة تانية، ادي نفسك فرصة تشوف نفسك وانت محقق حلمك. مدير تسويق في إحدى الشركات كان واحد من أهدافه مضاعفة دخله خلال ال3 سنوات الجاية، ولما طبق قاعدة 20-80 على قاعدة العملاء أو قائمة العملاء الخاصة بيه، لقي إن 20% من عملائه ساهموا ب80% من أرباحه. 20% بس من العملاء اللي بيتعامل معاهم هم دول اللي حقق من خلالهم 80% من ربحه أو من دخله. لقي كمان إن الوقت اللي بيقضيه مع العملاء اللي بيحققوا له ربح مرتفع
هو نفس الوقت اللي بيقضيه مع العملاء اللي بيحققوا له ربح منخفض او اللي ما بيحققش من خلالهم ربح خالص. بمعنى تاني كان بيقسم وقته بالتساوي على عدد المهام اللي عنده وعلى عدد العملاء اللي بيقضي معاهم وقته. وكانت النتيجة ان 20% بس من العناصر دي هي اللي أدت ل80% من النتائج. 20% من العملاء هم اللي أدوا ل80% من أرباحه. وهنا قرر يعمل حاجة، قرر انه يحدد من قائمة العملاء الخاصة بيه الأشخاص اللي بيمثلوا أعلى 20%، وبدأ يوزع العملاء التانيين اللي هم 80% اللي بالنسبة له بيحققوا له دخل منخفض، وزعهم على زمايله عشان يركز على 20% المهمين. معظم الناس تقدر تحدد الحاجات اللي بتقف ورا وقتهم وأهدافهم. لو فكرت بالطريقة دي صدقني هتفرق معاك كتير. وقتك مهم، فقضيه مع الحاجة اللي بتديك عائد أفضل. ما تقضيش وقتك في التفاهات، في الحاجات اللي ملهاش قيمة أو في الحاجات اللي العائد من وراها مفيش، أو العائد أو اللي مش على قد تعبها زي ما بيقولوا. اتعب للحاجة اللي تستاهل، اللي تلاقي من وراها نتيجة. في دراسة تناولت مواقف الأغنياء مقابل الفقراء فيما يتعلق بتحديد الأهداف. لقيوا ان 85% من الأثرياء أو الأغنياء عندهم هدف واحد كبير بيشتغلوا عليه طول الوقت. الإصرار على الهدف بتاعك شيء مهم جدا، انك تصر على هدفك وتشتغل عليه وتلتزم بالشغل عليه. دي حاجة مش سهلة، حاجة عايزة انك تفضل في شغف لتحقيق هدفك، وتفضل في إصرار انك تحقق هدفك بشكل مستمر. عشان كده إذا كنت عايز تكون ناجح وغني، اعمل اللي بيعمله الناجحين. اختار هدف واحد كبير واشتغل عليه طول الوقت، وإذا التزمت بيه فأوعدك إنك هتندهش من التغيير اللي هيحصل في حياتك. وفي النهاية أعزائي، لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وتعليق محفز عشان نقدر نستمر، وما تنسوش مشاركة الفيديو مع شخص يحتاجه. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة، أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم كل جديد. وأشوفكم على خير في فيديو جديد في قناتكم، قناة عقلية تانية.